هل انتوا عملتوا اي كود ومشتغلش معاكم؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنعالج اي مشكلة واجهتكم وانتوا لسه بادئين في الكود. لو كان في مشكلة في الكود هيعمل ايرور هنا في يونيتي. لما نيجي نشغل اللعبة هيعمل الايرور دوت all compiler errors have to be fixed. هنبص على الايرور هنلاقي سيمي كولن expect، العلامة دي اسمها سيمي كولن، مكتوب هنا رقم السطر ورقم الحرف، بيقول سطر 10 يعني في الحتة دي، ويقول حرف 27. لو جينا هنا بيقول اهو column 27 وبيقول semicolon expected دي يعني هو متوقع ان المفروض يكون في semicolon هنا. هنحط السيميكولون ده هنلاقي ان هو اشتغل عادي، مفيش اي error. فده كده اول error وازاي تعالجوه. هيقول حاجة expected. طيب نتخيل ان انتوا نسيتوا تكتبوا الدبل كوتس ديت The name hello does not exist in the current context. لو دخلنا على يونيتي بيقول نفس الايرور اللي كتبه فيجوال ستوديو كود. هو لما يعمل لك الايرور ده كأنه بيقول لك ان هو مش فاهم يعني ايه اصلا هالو، هو مش عارف لو هالو ده المفروض يكون اسم variable ولا اسم method ولا اسم class ولا ايه بالظبط. فاحنا بنحدد له ان ده المفروض يكون كلام لما نحط له الدبل كوتس ديت. احنا لو شلنا الدوت ديت هيعمل لنا نفس الايرور بالظبط، ده علشان مفيش حاجة أصلا اسمها debug log. فهو الكمبيوتر بيقول لنا does not exist. هو ممكن يعمل لك الايرور ده برضو لو انت حاطط حاجة معينة خارج الفويد ستارت والفويد ابديت والمفروض ما تكونش موجودة خارجهم. يعني الميثود ده المفروض يكون موجود في واحد من دول، هو مش هيعرف امتى يطبقه ولا ازاي يطبقه، فهو بيقول ان هي كأنها مش موجودة برضو.